وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ده في المحل يا نعمة؟ هعمل ايه يا ماما؟ كنت بعمل جرد، عايزه اعرف البضاعه وعايزه اعرف راسي من رجلي. ده انت باين عليكي إدارجية. لا، نعمة بنتي طول عمرها ناصحة، وعشان نصحتها دي خدوها اشتغلت في الكويت 2 سنين. ياه، أنا أول مرة أعرف المعلومة دي. سافرت اشتغل في فرع الشركه اللي كنت بشتغل فيها في مصر. طب وايه اللي يسفرك بره طالما بتشتغلي هنا؟ كانوا بيدفعوا لي 5 اضعاف اللي بيدفعوه انا هنا في مصر. ايه؟ ما سافرش؟ طب إيه اللي رجعك؟ الغربه وحشه يا حاجه، وبعدين امي تعبت فقلت احسن ارجع واعيش جنبها. نعمة بنتي طول عمرها جدعة وحمالة قاسية. يعني نطمن على المحل معاكي؟ اطمني يا حاجه، المحل شغله سهل قوي، المشكله عندي في العمال وتشغيلهم. عموما أشرف ابني قرب يجي بالسلامة، لأنه عمل العملية لابن عمر، وأول ما يجي إن شاء الله أشرف هيشيل الحمل عنك كله. أشرف عمل العملية لابنه؟ الحمد لله. وإيه الأخبار؟ لسه حاطينه في العناية المركزة. ده نقل قلب مش حاجة سهلة. ربنا يقومه لكم بالسلامة ويفرحكم بيه، قادر يا كريم. آمين يا رب العالمين. وانت يا نورة مش تشد حيلك بقى وتنزلي بالسلامة تساعدي نعمة في المحل؟ طب وياسين يا ماما هوديه لمين؟ ياسين في عينيا الاتنين يا حبيبتي. طب ما فعلا سيبيها قاعده بابنها، ولا انت خايفه على المحل مني ومش مأمناني؟ انت ليه ظنك وحش؟ ما قلتلك انا مأمناكي، مش لاني واثقة فيكي، لا، لاني مدخلة ربنا سبحانه وتعالى بيني وبينك، وربنا شايف وعارف، واللي هتاخديه مننا في الدنيا هناخده منك في الآخرة تالت ومتلت. لا، ده انت ما طلعتيش سهلة خالص يا حاجة كوثر. بالعكس، ده انا سهلة قوي، بدليل ان انا لا بتكلم ولا بحاسب ولا بسأل، وباخد المبلغ اللي بتجيبولي كل شهر من غير ما اتكلم. لا ليه يا اختي ما تتكلميش؟ ما تتكلمي ولا انا بخنصر منه ده كمان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت ليه دايما كده فاتحة على الرابع؟ يا نعمة ماما ما تقصدش اللي فهمتيه ده. طب تصدقي بايه ان من ساعة ما مسكتي المحل وايراده زاد؟ الحمد لله، قولي لها بقى، احسن لو كان ناقص كان زمانها اتعمتها فيا. يا ساتر عليكي، شايفة بنتك بتدور على الخناق بمنكاش. معلش، هي عصبية كده على طول ودمها حامي. أعمل لك قهوة تروق دمك؟ قهوة ايه؟ أنا على لحم بطني من الصبح. حاضر يا أختي، هحضر لك العشاء. لا استني، تعالي. هنية. ايوه يا ستي. حضري العشاء للهانم. عشا ايه؟ استني هنا، هو أنا كنت اتغديت علشان أتعشى؟ طبخين ايه على الغدا النهارده؟ ما بلاش، حتى الشوكولاتة اللي بحبها اتحرمت منها. يا رب ارحمني من العذاب اللي أنا فيه ده. معقولة عندك كل الفلوس دي ومش قادر تاكل حتة شوكولاتاية بملاليم؟ زمان كنت بتلغ ولا يهمك، ما هو عشان كده جالك السكر. أنا هاكلها بقى واللي يحصل يحصل. بلاش، بدل ما تتعب ويودوك المستشفى. مستشفى من شوكولاتاية؟ مش للدرجات دي يا أخي. وهو خد لك بعديها حقنة أنسولين عشان تأمن نفسك. بلاش يا طفس، ما تبس بقى. يلا يا فرحة، حبي على ايد ماما ورحبي بيها. استغفر الله يا حبيبتي، اتفضلي اقعدي. اهلا بيكي يا حاجة. هي دي بقى فرحة اللي قلت لك عليها يا ماما. الف مبروك يا حبيبتي. معلش ما تاخذنيش، ما قدرتش احضر فرحكم، بس ملحوقه ان شاء الله بزياره ببيتك. تنوري في اي وقت يا حاجة. طالما باركت لها كده يبقى عجبتك. باين عليها مؤدبه ومن بيت اصيل. طبعا، هو انا برضه هجيب اي حاجة. ربنا يسعدكم يا ابني وينولك يا رب العيل اللي انت بتتمناه. امين يا رب. الله، هي سماح فين؟ لسه ما جاتش من المدبغه. ما انا عارف بس بتأكد،
اصل انا اتعمدت يا امي اجيب فرحه في عدم وجود سماح عشان ما تزعلش. ما انت عارفه سماح حساسه قوي، وانا لازم احافظ على احساسها برضو. ويا ريت يا ريت ما تعرفش ان احنا جينا. اصيل يا مختار يا ابني. ايوه كده، لازم تحافظ على مشاعرها. بصراحه بقى انت لو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي حد زي سماح. معلش يا حبيبتي، ما تاخذنيش. الواحد لازم يقول اللي ليه واللي عليه. ورغم ان سماح هتبقى ضرتك، لكن انت اول ما تشوفيها هتحبيها قوي، لان بصراحه ما فيش في حنيتها وادبها ولا طيبه قلبها. وهكرهها ليه بس يا حاج؟ ربنا يديم المحبه ويقدم اللي فيه الخير. تسلمي يا حبيبتي، بان عليها مؤدبه قوي. يا حاجه دي نقاوتي، يعني مش اي حاجه. دايما تقع واقف يا مضروب. وانا مش لا مؤاخذه بس كده، مش هقع واقف ليه؟ ابن الوز عوام. امال ايه؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سماح يا بنتي. الحمد لله على السلامه يا سماح. ايه يا حبيبتي، جيتي بدري يعني، مع اني لما طلبتك في التليفون قلت هتيجي بعد المغرب. كنت حاسه اني تعبانه شويه فقلت اروح استريح. لا الف سلامه عليك يا حبيبتي، الف سلامه. مين دي يا مختار؟ دي فرحه، بنت ام فرحه. انا فرحه عروسه مختار. الف مبروك. معلش انا تعبانه شويه هطلع استريح. يعني كان لازم تقولي لها عروسه مختار؟ جرى ايه مختار؟ انت هتستعر مني ولا ايه؟ ما هي كده او كده هتتعرف عليا. ايوه بس كنت همهد لها الاول. الله، ما هي عارفه انك اتجوزت. وطي صوتك، تعرف حاجه وتشوفك حاجه تانية. بس ايه جرالكم ايه؟ اطلع يا ابني، اجبر بخاطرها بكلمتين. يلا. يا حبيبتي ده كلام برضو. اعذرني يا مختار، ما قدرتش اتحمل اشوفك واقف جنبها. ما تزعلش مني، انا بحبك. والله العظيم وانا كمان بحبك وبموت فيكي كمان. وفرحه انت عارفه كويس سبب وجودها ايه. كفايه ان عارفه انكوا سوا وانت بعيد عني. مجرد التفكير في الموضوع ده بيجنني. انا حاسس بيك يا حبيبتي. المضطر يركب الصعب. صعب قوي الاحساس اللي انا حاساه ده. ربنا ما يحكم بيه على حد ابدا. ان شاء الله مشكلتنا هتتحل. انا اسفه يا مختار، انا عملت لك مشاكل كتير. انا اللي اسف يا حبيبتي، انا اللي اسف ان وجودها تعبك، بس غصب عني والله. كانت ماما. حقك يا اخويا. يعني مش زعلانه؟ وهزعل ليه؟ المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طيب العين دي بقى ممكن تضحك، ممكن شويه. حاول. مش هتحاولي، هتضحكي وحياتي. اضحكي. فاكره البت نواشي لما كعبلناها وهي خارجه من الحمام كانت بتستحمى في الطبق؟ ايوه كده. اضحكي بقى، اضحكي. ده ضحكتك دي بتنور لي حياتي وطريقي. خلاص الحمد لله، حصل المراد وردت علينا. عقبال ما يرضى علينا رب العباد يا رب. امين يا رب العالمين. بقول لك يا ماما، ما تيجي نطلع نعمل عمره نستغفر فيها ربنا ونتطهر. يا ريت يا ابني، ده زيارته فرج وساتر وهنا كمان. انا هجهز كل حاجه وهدفع كل التكاليف. انت لا. كده برضه يا ماما مش عايزين ناخد الثواب؟ ثواب ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ اسكت يا مختار، ما تخلينيش اتكلم. ده بدل ما تشجعيني يا ماما وتكبري الموضوع في دماغي اكتر واكتر. بص يا ابني، انا مستعده اطلع معاك، بس انا بفلوسي وانت بفلوسك. تاني هتقولي لي الكلام ده يا ماما؟ تاني وتالت ورابع لحد ما اموت.
وبعدين يا ابني ما تشيلنيش ذنوب وانا رايحه لبيت ربنا. يا ماما ده احنا رايحين نعمل عمره. ايوه يا حبيبي، لازم نتحرى الاول الفلوس دي جايه منين، ولا احنا بقى نقتل القتيل ونسرقه ونقول احنا هنعمل عمره وربنا هيغفر لنا. قتيل يا ماما الله يسامحك، استغفر الله العظيم يا رب. يلا يا فرحه يلا. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رب يا رب يهديه في هوائه من اللي هو فيه. قادر يا كريم يا رب. خد يا حبيبتي، ايه دول؟ ده مصروف ليكي والياسين، وهتاخدي زيهم كل اول شهر ان شاء الله. منين الفلوس دي؟ من عندي. لا يا ماما ما اقدرش. هو ايه اللي لا يا ماما ما اقدرش؟ هتاخديهم يعني هتاخديهم. ما اقدرش اخد فلوسك اللي بتعيشي منها عشان اعيش انا وابني. ومين قالك يا حبيبتي ان الفلوس دي اللي انا بعيش منها؟ امال الفلوس دي منين؟ دول يا حبيبتي من ايجار الكام فدان اللي انا ورثتهم عن ابويا الله يرحمه. هو عم سعداوي جاب لك ايجار الارض؟ ايوه، ارتحتي بقى؟ لا يا ماما ما يصحش، خليهم معاكي يمكن تعوزيهم. هعوزهم في ايه بس يا حبيبتي؟ انا الحمد لله كل حاجه موجوده عندي. انت بقى اللي مصاريفك كترت ومصروفك ما بيقضيكيش. خدي يا حبيبتي خدي. ماشي يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا رب. ويخليكي ليا يا حبيبتي. انت ان شاء الله ربنا هيديكي خير كتير قوي. كفايه يا حبيبتي انك انت زنقتي نفسك وعفيتي نفسك وعفيتي ابنك من المال الحرام. ده ربنا سبحانه وتعالى عادل وكريم وهيديك على قد نيتك ولا يمكن يضيعك ابدا. واللي بيبقى على ربه سبحانه وتعالى بيبقى عليه. حبيبتي يا ماما. حبيبتي يا بنتي. الحمد لله على السلامه يا سلام. الله يسلمك. السلام عليكم. عمر يا حبيبي يا عمر. يا حبيبي يا عمر. اشرف عامل ايه؟ وانت كمان. ازيك يا عمر؟ وحشتني قوي. انا مش مصدقه. ازيك يا اشرف؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ازيك؟ وحشتني قوي يا عمر. وانت كمان يا عمته. ما فينا النمر الصغير. نايم يا حبيبي شويه، بس اول ما يصحى خليك تلعب معاه. الحمد لله على سلامتك وعلى سلامه عمر يا اشرف. الله يسلمك يا حبيبي. كده برضو يا اشرف ما تقوليناش انكم جايين، على الاقل كنا استنيناكم في المطار. ما حبيتش اتعبكم يا ماما، وبعدين قلت اعملها لكم مفاجاه. اول ما الدكتور كتب لنا على خروج حجزت اول طياره على مصر وجيت على طول. يا حبيبي الحمد لله على السلامه. هيا يا عمر قول لي بقى، اجيب لك رز بلبن من اللي انت بتحبه؟ لا يا ماما الله يخليكي، رز بلبن ايه بس؟ انا هدي لحضرتك لسته بالاكل اللي المفروض ياكل. يعني انا كان قصدي يتغذى شويه، الواد جاي وشه اصفر وخاسس قوي. لا يا ماما ربنا يخليكي، بلاش السمنه البلدي واكلك ده، العمليه اللي عملها مش شويه. خلاص يا سيدي هنمشي على النظام زي ما انت عايز بالظبط. على العموم الحمد لله على سلامته. دي هدى هتفرح قوي اول ما تشوفكم. انا ان شاء الله بكره الصبح هاخد عمر ونروح نزورها. لازم تروح لها، اول ما تشوفه هتخف على طول. هدى ازيك يا حبيبتي؟ انت لسه زعلانه مني؟ يمكن وعدتك وعد وما قدرتش اوفيه، بس صدقيني وعدي ليكي ده ما كانش بينامني الليل. عملت المستحيل عشان اقدر انفذه، بس النهارده انا جاي ابشرك اقول لك اني قدرت اصون الوعد. برضه مش مصدقاني؟ طب استنى. عمر ازيك يا ماما؟ ايوه يا هدى، عمل عمليه وخف. حبيبي وحشتني قوي يا عمر. وانت كمان وحشني يا ماما. بالراحه يا هدى على الولد ده لسه في فتره نقاهه. مش مصدقه اني شايفاه قدام عيني. انا كنت خلاص يئست اني هشوفه تاني. ربنا كبير يا حبيبتي. فعلا يا سياده الرائد، ربنا كبير. اللي يشوف المدام من 10 دقايق ما يشوفهاش دلوقتي. كانت رافضه الحياه ويأسه خالص. يعني بيتهيألي يا دكتور هي ممكن دلوقتي ترجع زي الاول، خصوصا ان عمر رجع لها تاني. ده انا روحي كانت رايحه مني.
ورجعت لي تاني. انا اكدت لك يا سياده الرائد ان اللي عند مراتك ما كانش مرض، كان مجرد عرض. يعني هي ممكن تخرج النهارده؟ ممكن جدا، ليه لا؟ اخيرا ربنا هيجمع شملنا تاني. كل شيء بأوان. يا ما انت كريم يا رب. الف سلام عليك يا سعد. فيك الخير يا صفية. بجد الواحد ما بيعرفش قيمة الناس غير وقت الزنقة. ما تقولش كده، احنا عشرة عمر. صفية، نعم. أنا آسف. اسف على ايه بس يا سعد؟ على كل اللي أنا عملته معاكي. أنا ياما غلطت في حقك. لا غلطت ولا حاجة، صدقني انا عمري ما بفتكرك غير بكل حاجة حلوة. عشان انت بنت أصل وطيبة وجدعة كمان. ايه الكلام الحلو ده؟ هي دي الحقيقة. بس أنا اللي كنت مغمي عينيا. بس دلوقتي خلاص فقت. انا مش فاهمة حاجة. في ناس من كتر قربهم مننا ما بنحسش بيهم، انما لما بيبعدوا وبنقابل ناس تانية ساعتها بس بنعرف قيمتهم. ايوه بس انا كنت عايزة اقول من فضلك ما تتكلميش. انت ياما اتكلمتي زمان، بس انا اللي كنت اطرش ما بسمعش. بتهيألي جه الوقت اللي انا لازم اتكلم فيه بقى. تتكلم بس تقول ايه؟ هقول ان انت الوحيدة اللي تستاهلي حبي. بس يا سعد من فضلك ما تكملش. انا خلاص هطلق رشا اول ما تولد. هي حامل وكمان عايز تطلقها، طب ليه؟ اكتشفت اني كنت بجري ورا سراب، وعلى العشرة بانت على حقيقتها. ايوه يا سعد بس الكلام ده ما ينفعش، دي حامل. هاخد ابني منها بالذوق او بالعافية. انا لا يمكن اسمح ان ابني يتربى مع واحدة واطية زي دي. انا بجد زعلانة قوي من الكلام اللي انا بسمعه ده. بس عشان انت طيبة واخلاقك عالية، وعشان كده عندي طلب عايز اطلبه منك، وعشمان انك توافقي وما ترفضيش. طلب ايه؟ صفية، انا مش هلاقي اطيب ولا ارق منك عشان اأتمنها على ابني. يعني ايه؟ انا عارف ان الموقف غريب، بس هو ده الواقع المهبب اللي انا محطوط فيه بسبب غبائي، وعشمان انك تساعديني عشان اصلحه. انا مش فاهمة. تقبلي تتجوزيني وتكوني ام لابني؟ ايه؟ انا مش فاهم انت استغربتي ليه كده. ده انا بطلب منك انك تتجوزيني. انا طول عمري مستنية اللحظة دي، مستنية الوقت اللي انت تقولي فيه، بس للأسف انت ما بتقولش. للأسف اكتر انك يوم ما قلت كان الوقت غلط. وقت غلط؟ صدقني لو كنت قلت لي الكلام ده من فترة انا اكيد كنت هبقى مبسوطة قوي، بس للأسف انا دلوقتي مش هقدر. ليه مش هتقدري؟ يا سعد انا اتقرت فتحتي وفرحي كمان شهرين، والانسان اللي انا هتجوزه بجد بقى بني ادم غالي عليا قوي، لانه قدر مشاعري ووقف جنبي وقدر فعلا ان هو يداوي الجرح اللي انت سببته لي. انا اسفه يا سعد، بس انا فعلا نسيتك. انا دلوقتي ابتديت احب. ولما انت نسيتيني جايه تزوريني دلوقتي ليه؟ عشان احنا عشرة عمر، ما ينفعش اعرف انك انت تعبان وما اجيش ازورك. والحمد لله ان انا لقيتك كويس. خد بالك من نفسك يا سعد. عن اذنك. وانا دايما كده بختار غلط، ويوم ما اختار صح اختار في الوقت الغلط. ده ايه النيله اللي انا فيها دي يا رب؟ بطني عليت شويه يا رجب وخايفه. خايفة من ايه؟ مش عارفه، حاسه ان لو عليت زياده عن كده هتبقى مصيبه. انت عبيطة يا فرحة، عبيطة يا بنت. انت عروسة جديدة وعادي خالص انك تبقي حامل. ما انت عارف اللي فيها. ما هو عشان عارف اللي فيها
انت اول ما تروحي بيتكم بلغي جوزك انك حامل. يا لهوي انا اقول له؟ لا يا عم خايف. تخافي من ايه؟ ما تخافيش من حاجه، ده هيطير من الفرح اول ما تقولي له. اساليني انا، ده بيتمنى ضفر عيل من الدنيا. امال هو اتجوز على سماح مراته الاولانيه ليه؟ طب اجيبها له ازاي؟ هاتيها له خبط لازق كده، انا حامل، لما ياخدك لدكتور ويكتشف القنه. يا نهار اسود والنيل. انما بقى لو قلت له ان انا وامي رحنا لدكتوره معرفه وهي اللي قالت لي ان انا حامل، الحكايه هتعدي زبادي ومش هياخدك لدكتور ولا حاجه. طب افرض بقى اتمسك انه ياخدني للدكتور اللي تبعه. لو اتمسك انت كمان بالدكتوره بتاعتك، وقولي ان انت مستريحه معاها ومش عايزه تغيريها، وتحججي ان انت ما بتتكشفيش على رجاله خالص خالص. وافرض بقى صمت، اعمل ايه ساعتها؟ يا ست تحججي باي فيلم هندي، المهم ما ياخدكيش لدكتور ويعرف عمر العيل. استر يا رب، ده انا غلبانه. هيستر ان شاء الله. الاقيش معاكي 500 جنيه. كان على عيني، انا كل اللي احتاجم عليه ورقه ب100. ورق 100 اهي. نوايا تسند الزير. بقول لك ما حلتش اللي هي تقول نتشها. بذمتك مش مكسوفه من نفسك؟ بقى واحده زيك متجوزه مختار باشا ابن العز والفخفخه معاها ورقه ب100؟ يا بنتي انت اقل حاجه يبقى عندك رصيد في البنك. هو بصراحه مش بخلان عليا بحاجه، انما فلوس انا ما بطلبش. يا عبيطه ما بتطلبيش ليه؟ انا هقول لك، انت اول ما تروحي البيت بلغيه ان انت حامل، وشوفي السعد والهنا اللي هتبقي فيها فرحه. ده انت لو طلبتي حباب عينيه هيديها لك. تفتكر كده؟ افتكر، اعمليها انت بس وهتدعي لي. بس لما يشبرقك شبرقينا يا فرحه، ده انا برضه راجع. طب ايدك بقى يا راجب على حق التاكسي عشان اروح. تاكس منين؟ ده انا لسه بقول لك الحياه ضنك وناشفه. منين؟ انت انزلي خدي تاكس، واول ما تروحي ان شاء الله بالسلامه اطلبي من اي حد يحاسب على التاكس. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. الف مبروك على رجعتك لينا بصحه وعافيه. الله يبارك فيك يا سماح، ومعلش ما تزعليش مني ان انا ما حضرتش فرحكم، انت عارفه انا كنت في دوامه ما يعلم بيها الا ربنا. لا ابدا يا حبيبتي، ده رجوعك لينا بالسلامه هو فرحنا الحقيقي. ده انا حتى النهارده ما روحتش الشغل عشان اشوف. معقوله؟ ده انا غاليه عندكم بقى. لا يا جماعه ما ينفعش كده، انا كده هتغر. ده انت باين عليكي خفيتي خلاص وتحسنتي قوي. الحمد لله. بصراحه انا اول ما شفت عمر واقف قدامي وانا حسيت ان انا بقيت واحده تانية خالص. يا حبيبتي الف حمد وشكر ليك يا رب. ما عندكيش فكره يا هدى، اخر مره زرناكي قلقنا عليكي قد ايه؟ ليه يا طنط؟ اصلك كنتي ساكته خالص وطول القعده مسهمه واكنك مقطعانه. بجد مش فاكره، ده كان الشهر اللي فات. خلاص بقى يا نور، هي ذكرى حلوه قوي عشان تفكريها. ايام راحت لحالها، خلينا في النهارده. معاك حق والله يا سي اشرف، احنا كده حتى في الفرح بنعيط. لا احنا مش عايزين نعيط من النهارده ورايح، عاوزين كل ايامنا تبقى سعاده. يا رب يا حبيبي، وينولك كل اللي ببالك، قادر يا كريم. امين يا رب. عارفه يا ماما احنا المفروض نعمل حفله كده حلوه في الجنينه وتتبل لنا شويه لحمه حلوين ونقعد نشوي، بس نوره ما تشويش عشان حلقات المره. مساء الخير عايز مش باين. انا هخرج الجنينه شويه عشان الجو هنا كتمه. يا اختي وده ماله ده كمان؟ مين دي؟ نعم انت اللي مين يا اختي؟ دي هدى مرات اشرف. ايه ده؟ دي اللي كانت في المصحه؟ مش كده يا نعمه، مش كده، دي الملاف السعد يا اختي. صح عندك حق. معلش انا اسفه، بس اصلي كنت بسمعهم يعني بيقولوا انك تعبانه وعيانه. كانت تعبانه وخفت الحمد لله. طيب كويس، يلا الحمد لله على السلامه، والحمد لله على سلامه ابنك ان شاء الله. الله يسلمك. يا اختي دي باين عليها طيبه ومش شريره زي جوزها اللي على طول واقفه له بالعرض في زوره ده. جرى ايه يا نعمه؟ اسكتي بقى، لو عندك كلمه كويسه قوليها، لو ما عندكيش اسكتي خالص. صح عندك حق يا حاجه، اول مره تقولي حاجه صح. انا عموما هطلع اوضتي عشان ما البخش اكتر من كده. سلام عليكم. مين دي؟ دي مرات الحاج التانية. حاج مين؟ بابا يا هدى. عمي عبد الستار؟ هي دي اللي اتجوزها؟ ايوه يا بنتي، كل واحد بياخد نصيبه اللي مكتوب له. ايوه يا جماعه، بس انا شايفه انها عايشه معاكم هنا. بالظبط كده. معقوله؟ ومين اللي سمح لها بحاجه زي دي؟ عمتك يا ستي. انت يا طنط؟ ايوه يا بنتي، ده حقها الشرعي ونصيبها من جوزها، وحرام عليا لما احرمها منه. تقومي تجيبيها تعيش معاكي هنا؟ وفيها ايه؟ اللي كنا بنتخانق عليه خلاص مات، هنعمل مشاكل على ايه؟ صراحه يا طنط انت قويه قوي انك تستحملي وضع زي ده. بالعكس، ده انا ضعيفه قوي، لكن ايماني بالله هو اللي بيقويني، بيهون عليا حاجات كتير قوي، وبيصبرني على اللي انا فيه. واهو
كلنا رايحين يا بنتي. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا ماما. تعيش يا بنتي. طيب هقوم اطمن على عمر اشوفه صحي ولا لسه. بصراحة عندها حق تستغرب، الوضع لأي حد يشوفنا من بره غريب جدا. ملناش دعوة بكلام الناس، ده لا بيجيب ولا بيودي. خلينا في حالنا يا بنتي، ملناش دعوة بحد. هي فعلا دراسة وافية، بس انتوا مش شايفين ان مبلغ 10 مليون ده مبلغ كبير؟ يا سعد بيه كل التفاصيل تم بحثها بكل دقة، ودي أقل ميزانية فعلية ممكن تتعمل لمشروع زي ده. المنتجات بتاعتنا محتاجة لدعاية، ده غير إن المصنع حالته تعبانة وعندنا أكتر من 10 ماكينات عايزين إحلال وتبديل، وفي بعض المنشآت محتاجة لترميم. بالنسبة للعمال اللي إحنا هنسرحهم عشان نقلل ميزانية التشغيل لازمهم مكافآت. كمان مكافآت؟ يا باشا إحنا مش عاوزين شوشرة، يعني لازم نستغنى عن بعض العمال ونرصد لهم مكافآت عشان ما يعملوش وقفات احتجاجية واعتصامات ويشنقوا علينا في السوق. إحنا محتاجين للسمعة الكويسة سعد بيه، إحنا بنشتغل في بورصة يعني تتأثر من الهوا الطاير، يا إما في حل تاني. إيه هو؟ نرجع للحل الأولاني، نعرض الأسهم للبيع. ونبيع بخسارة؟ سعد بيه ما أنا قلت لحضرتك خسارة قريبة ولا مكسب بعيد. لا اتعودتش أهرب من المواجهة. يعني سعادتك موافق تدفع ال10 مليون؟ والتشغيل لو تم بخطتكم دورة رأس المال هترجع لنا بعد قد إيه؟ زي ما هو واضح قدام سعادتك في الدراسة، سنة بالكتير. سنة واحدة بس؟ يا باشا ده بسكوت، يعني كل أطفال المدارس هيحبوه، ده غير إننا عاملين خطة للدعاية نجذب بيها الصغيرين والكبار كمان. توكلنا على الله. ما دام كده بقى يبقى سعادتك تفتح لنا اعتماد ب10 مليون عشان نبدأ نتحرك. لا في الوقت الحالي مش هقدر اديكوا غير 5 مليون بس. ايوه بس دول 50% من السيوله المطلوبه للمشروع. يا سيدي مشوا حالكوا دلوقتي لغايه ما ادبر اموري. يا باشا ال5 مليون دول ممكن يمشونا 6 شهور بس، واكيد بعد كده هنحتاج فلوس تاني. ما تقلقوش، ان شاء الله قبل ال6 شهور ما يخلصوا بقيه المبلغ هيكون عندكم. حلاوه حلاوه حلاوه. انت هتقعدي ولا ايه؟ ايه؟ يلا يلا يا بنت قومي هزي شويه كده. والنبي مش قادرة يا سي مختار. لا 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 لا، الا الكسل ده بقى، هنكسل. يلا خلينا نتبسط كده ها؟ لا يا اخويا، اخاف على اللي في بطني. مالها بطن؟ اصلك ايه؟ اصلي رحت للدكتورة النهارده انا وامي. وقالت لك ايه؟ هتبقى اب يا سي مختار. اب؟ انت بتتكلمي جد يا بنت؟ انت حامل؟ وهي دي برضه حاجة يتهزر فيها يا سي مختار. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، اخيرا هبقى اب. يا رب يتربى في عزك ويشيل اسمك ويرفع راسك في السما يا رب. ده انا هغرقه في العز، هخلي اسمه ولا طبل في كل مكان. ربنا يخليك لي يا اخويا يا رب، ما يحرمكوش من بعض ابدا. ده مش ابن اي حد، ده ابن مختار ليل على سن ورمح. اخيرا هبقى اب، اخيرا هبقى اب. يا ما انت كريم يا رب. وحشتيني. وانت كمان. اخيرا رجعنا زي الاول وبقى عمر وسطينا. انا كنت خلاص يئست، انا مش مصدقه ان كل ده كان ممكن يحصل. الحمد لله ربنا موجود. المهم طمنيني، انت كويسه؟ ما دام عمر كويس يبقى انا كويسه. يعني مفيش دواء بيتاخد كده ولا كده من ورايا؟ اشرف، انا كنت باخد الادويه دي عشان انسى اللي انا فيه، انما دلوقتي خلاص ربنا رجع لي كل حاجه. الحمد لله يا حبيبتي. ما قلتليش صحيح، عمليه عمر اتكلفت كام؟ يعني المستشفى والدكتور والمرافق حوالي 250,000 دولار. يا خبر، ده كتير قوي. مفيش حاجه تكتر على ابننا. ايوه بس انت جبت الفلوس دي منين؟ ورث من ابويا يا هدى. هو عمي الله يرحمه كان معاه كل الفلوس دي لدرجه ان كل واحد فيكم يبقى نصيبه كبير كده؟ بابا الله يرحمه كان تاجر كبير ومحترم وليه اسمه وسمعته، فمش كتير عليه ابدا بعد العمر ده كله انه يكون ثروه زي دي. سبحان الله. شوف الفلوس دي جاتلك في الوقت المناسب. الحمد لله. يمكن من غير ما يحصل ده لا كنت قدرت تشتري القلب ولا تعمل العمليه من اساسه. بس انا ما اشتريتش القلب يا هدى. امال جبته منين؟ هو ده الموضوع اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. موضوع يا اشرف، اتكلم. باركيلي يا سماح، باركيلي يا سماح، هبقى اب، هبقى اب. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. من النهارده هيبقى لي ذكر ونسل في الدنيا مش هيخلص ليوم الدين. ربنا ينور.
بس الواد ده لازم يطلع راجل، مش عيل خيرع كده. احنا فين ولما يكبر فين؟ لا، ده لازم يتخطط له من دلوقتي. هو انا ابني زي اي حد؟ ابن مختار ليل، سيد الناس كلها. ربنا يخليهولك ويخليه لامه. امه ده ايه؟ انت امه. لا ما ينفعش يا سي مختار. انا قلت ينفع. انا عايز الواد يتربى في حضنك انت، وان كان على فرحه ما تشغليش بالك، هراضيها بقرشين وتسيبهولك. ده الضنا غالي. غالي ايه؟ واحنا هنتبناه؟ ده ابني. بس امه عايشه وهي اولى برعايته، وانا اعتبرني امه التانيه. يا سلام يا سماح، اهي طيبه قلبك دي هي اللي مخلياني متمسك ان انت اللي تربي الواد، علشان يشرب من رقتك واحساسك اللي بعشقهم. ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا يا ست البنات. انا همشي بقى عشان عندي كام مشوار، انا قلت اعدي بس عشان اديك البشرة دي. تعيش يا اخوي. تعيش يا حبيبتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني عمر عايش دلوقتي بقلب بنت عالية؟ ايوه، ولولاها الله اعلم كان جراله وجرالنا ايه. وبنتها ماتت ازاي؟ في حادثه عربيه، ومن ساعتها ما شفتهاش. حرام، مسكينة. فعلا مسكينه، عاشت لبنتها بعد جوزها ما مات عشان تربيها، وفي الاخر سابتها لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما بفتكرها ضميري بيأنبني وبحس بالذنب. وانت تحس بالذنب ليه؟ لاني تقريبا كنت السبب في اللي حصل له. مش فاهم. عليا قبل الحادثه جات لي هي وحياة هنا، جات لي عشان تعرض عليا الجواز، وانا رفضت وقلت لها ان انا بحب مراتي وابني، وقلت لها كمان اني مؤمن ان هم هيخفوا ويرجعوا زي الاول، وكمان اتهمتها بالانانيه. نزلت منهارة هي والبنت. حصل اللي حصل. أيوة بس أنا مش فاهمة برضو، عالية كانت عايزة تتجوزك ليه؟ لانها كانت مريضه كانسر، خافت تموت وتسيب البنت لوحدها. من بنتها هي اللي ماتت وسابتها لوحدها. بس هي ما كانتش انانيه، فكرت في ابننا عمر بعد موت حياه بنتها وهبته قلبها. شايلتني جميل مش عارف ارده ازاي، وهفضل شايله في رقبتي طول العمر. الباقية في حياتك يا دكتور. حياتك الباقية. الحمد لله على السلامة. ها، عاملة ايه دلوقتي؟ يا أيام ورا أيام. أنا عارفة إن الموقف صعب عليكي قوي، بس انتي لازم تحاولي تتغلبي عليه. دلوقتي بس أنا عرفت انتي قد ايه كنتي تعبانة واحنا ما كناش حاسين بيكي. أيوة بس انتي دكتورة، تعرفي أكتر مني، والمفروض ما تستسلميش زيي. مش بإيدي صدقيني، حياتي كانت كل حاجة بالنسبة لي. حبيت نفسي وخفت عليها عشانها، تحديت الدنيا وما قدرتش تكسرني برضه عشانها. كانت الرئة اللي بتنفس منها والقلب اللي بيتحرك وبحس بيه. تفتكري بعد ما الرئة تموت والقلب يقف بقى لسه في حياة؟ القلب موقفش، القلب لسه بينبض ومستنيكي. هو عمر عمل العملية؟ عملها ونجحت ورجع أحسن من الأول كمان. مبروك يا هدى، ألف مبروك. الحمد لله. مبروك عليك انت كمان، لأن من النهاردة بقالك في عمر زيي بالظبط، ويمكن أكتر كمان. ما تقوليش كده، ربنا يخليه ليكم وما يحرمكوش من بعض أبدا. وما يحرمناش منك، ده انتي السبب في اللي احنا فيه. انتي رجعتلنا روحنا، جمعتينا بعد ما كنا هنفترق، اديتينا أمل في بكرة. الحمد لله الحمد لله. عايزة بقى بعد كل ده يسيبك تعيشي لوحدك؟ كل واحد بياخد نصيبه يا هدى. علشان كده أنا جاية لك النهاردة وجايبة معايا نصيبك. نصيبي؟ أيوة نصيبك. أنا جاية أطلب إيدك النهاردة
ده اشرف جوزي. ايه ده؟ ده الغدا بتاع سعادتك. كل يوم سلطه وتونه سلطه وتونه، انا زهقت بقى. دي تعليمات الدكتور يا سعد بيه، وده كله عشان مصلحتك. بس انا شامم ريحه بيتزا. دي اكيد جايه من بره مش من عندنا. طب اقفلي الزفت الشباك، انا مش ناقص عذاب. تحت امر سعادتك. لا لا، الريحه دي لا يمكن تكون جايه من بره، الريحه دي من جوه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا اساتذه؟ خير يا سعد بيه، في ايه؟ انتوا قلبين الشركه مطعم ولا ايه؟ سعادتك دي ساعة الراحة بتاعتنا، وقلنا بدل ما ننزل في أي مطعم قريب جبنا أكلنا هنا وهنوفر وقت للشغل. ما تتفضل معانا يا سعد بيه. سعد بيه له نظام خاص في الاكل، لو سمحتوا خلصوا بسرعه عشان تكملوا شغل. بره. حضرتك قلت ايه يا سعد بيه؟ بقول لكم اطلعوا بره كلكم. خير يا سعد بيه، حصل ايه؟ من النهارده مفيش اكل في الشركه، فاهمين؟ مفيش اكل في الشركه. بره. ايه ده؟ ايه ده يا سي مختار؟ ايه اللعب دي كلها؟ هي لعب وبس، ده انا جبت له سرير كمان جاي ورايا في السكه عشان ينام معانا هنا في الاوضه. ينام معانا في الاوضه ده ايه؟ امال فين ام؟ امه هتاخده 3 ايام وانتي 3 ايام، عشان يتعود عليكم انتوا الاتنين، ويوم الاجازه بقى هنقضيه كلنا سوا مع بعض. اظن دي اسمة العدل زي ما ربنا قال. ما ينفعش كده والله، العيل لازم يفضل في حضن امه. قلتلك انت امه، انت زيك زي فرحه تمام، والنبي بقى ما تنكفيني، انا ما صدقت رسيت على الحل ده واقنعتها بيه. يعني هي وافقت على كده؟ طبعا هي تجرؤ ترفض لي طلب. بس انت ما خدتش رايي يا حبيبتي، هو انت كان ليكي راي تاني؟ بصراحه كده انا شايفه ان حاجته تروح بيت امه عشان ياخد على مكان بعينه. ما انا جبت له نفس الحاجات هناك عند امه. ايه ده؟ يعني انت جبت له سريرين؟ جبت له من كل حاجه 2 عشان لو راح هناك او جه هنا يلاقي الحاجات اللي هناك موجوده هنا. ايوه بس كده كتير قوي يا سي مختار، ده انت ولا اللي هيخلف توأم. وانا ان شاء الله انا بخلف عيل تاني. مش لما يجي الاولاني بالسلامه الاول؟ ان شاء الله هيجي ويتربى في عزنا كمان، ولما يجي التاني يلاقي حاجته موجوده وكامله، وزياده الخير خيرين، والشراء دلوقتي احلى من الشراء بعدين. قولي لي ليه؟ اقول لك انا ليه، لان ابو قرش دلوقتي بكره هيبقى بقرشين. ايوه يا بنتي. لا لا ما تقلقش، بكره الصبح المبلغ هيكون عندك. المهم بس انت تعمل مطلوب والاجراءات اللازمه. متر لبيب، انا مش هوصيك، انا عايز مصطفى ياخد براءه باي شكل. طيب ماشي تمام. ماشي، مع السلامه انت دلوقتي. مع الف سلامه. في امان الله. في امان. جواب ده جاي لسعادتك يا اشرف بيه. ماشي يا عم احمد. ايه يا اشرف؟ مالك؟ ده جواب من البنك. خير؟ الظاهر انه مش خير خالص يا ولد. يبلغوني ان الحساب فيه 1400 جنيه. معقوله؟ انت مش قايل لي انك لسه معاك فلوس كتير؟ انا بصرف وما بحسبش. ليه كده بس يا اشرف؟ المصاريف كتير وفي كل اتجاه. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ دواء عمر ما فاضلش فيه غير شريط واحد، وانت عارف انه لازم ياخد الجرعه في موعدها. هطلب سلفة من الشغل. سلفة ايه؟ وهم هيدوها لك في ساعتها كده على طول؟ وحتى لو حصلت المعجزه وادوك فلوس، هيدوك كام يعني؟ هيدوك بالكتير 8 علبتين دواء بتوع عمر. بقول لك ايه، انا هلم لك الدهب بتاعي، انزل بيعه، اهو الدهب دلوقتي غالي وهيجيب مبلغ كويس. لا خلي دهبك معاكي. انا مش عايزاه، عمر عندي اهم. قلتلك لا يا هدى، انا هتصرف.
لا، بلاش مختار، ممكن يحس ويعمل لي مشكلة. يا ابن اللي يا أشرف، فلوسك زي ما هي. أنا هاخد الشنطتين من عند أشرف، ده ما سحبش منهم مليم. يعني أنا ممكن آخد اللي محتاجه وأرجعه تاني من غير ما هو يحس، وأبقى أروح لمختار بقى أستلف منه الباقي. ما هو أخويا ولازم يقف جنبي في شدتي. انسى يا نديم. يا ريتني قادر انسى يا نعمة، ما كنت زماني هنا دلوقتي. يا اخي انا ما شفتش بجاحه بعد كده. خلاص ما بقاش حيلتي حاجه، ما انت قلبتني وخدت اللي ورايا وقدامي، عايز مني ايه تاني؟ نعمة مش هينفع الكلام هنا، يلا بينا على الفيلا وهناك بقى نتكلم براحتنا. انهو فيلا دي اللي نصبت عليا وخدتها مني؟ عيب عيب يا نعمة، ما تقوليش نصبت، انا مهما كان برضو جوزك، وفي الاخر احنا الاتنين واحد يا حبيبتي. لا يا حبيبي، طول عمرنا هنفضل اتنين وعمرنا ما هنبقى واحد، انسى. يا نعمة يا نعمة، انا بحبك وباقي عليكي. مش بقولك بجح نديم، انا لا يمكن ارجع لك ابدا حتى لو كنت اخر راجل في الدنيا. عارف ليه؟ لاني عمري ما هحس بالامان طول ما انا عايشه مع راجل نصاب زيك. ما انا يا حبيبتي لو اضمن اني لو رجعت لك الفلوس دي هتفضلي جنبي والله كنت رجعتها لك. لا يا حبيبي انا مش عايزاك ترجع لي حاجه. عارف ليه؟ لان انا عارفه هاخد فلوسي منك ازاي يا نديم، وهتشوف. لا اله الا الله. يا نعمة يا نعمة، انا لغايه دلوقتي بكلمك بالذوق وبالود، ما تخلينيش اجبرك تيجي لحد عندي بالقانون. ليه يا حبيبي؟ تكونش فاكرني وليا سهله ولا قللت الحيله؟ يعني هتعملي ايه يا نعمة؟ لا ده انا هعمل كتير قوي، جرب كده وانت هتشوف. يا نعمة لاخر مره. ايوه ايوه حنان. ايه مالك، في ايه؟ طلق؟ حاسه انك بتولدي؟ طيب انا جاي لك حالا مسافه السكه. نعمة الكلام بينا لسه ما خلصش يا حبيبتي. ها؟ لا بالنسبه لي انا يا اخويا خلص. يلا اجري على الصنيوره بتاعتك خليها تجيب لك جحش صغير زيك. جاتك العرب انت وهي. انت ايه اللي جابك هنا تاني بعد اللي عملته؟ يا مختار انا جيت هنا عشان محتاج مساعدتك. ايه العيل البجح ده يا ربي؟ بقى بعد ما ضحكت على اختي وخدت فلوسها عايز مساعدتي؟ وانا مستعد ارجع لكم كل اللي خدته. هترجع 10 مليون جنيه؟ ايوه، بس تقنع نورة انها توافق ترجع لي. الله 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 الله. ايه اللي غيرك كده؟ ابدا، كل الحكايه ان انا كنت جعان وشبعت. وانت ان شاء الله بقى لما ترجع الفلوس هتعيش منين؟ يا مختار انا بقيت واحد تاني. انا عندي دلوقتي شركه راس مالها 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه؟ جبتهم منين؟ انت ناسي ان انا معايا ماجستير اقتصاد ودماغي دي تتاقل بالذهب؟ ده لو 40 مليون يبقى دماغك دي حته الماظ مش تتاقل بالذهب. انا الفلوس ما بقتش تهمني دلوقتي، بقى عندي منها كتير. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان ارجع اخد ابني ومراتي في حضني. لا حول ولا قوه الا بالله. قطعت قلبي يا مختار. افهمني، انت اخوها الكبير، يعني لو كلمتها ممكن تقتنع. انت مش هترجع لها فلوسها؟ طبعا، وكاش كمان لو وافقت. اذا كان كده ماشي، يعني اعتمد على الله ثم عليك. اطمن يا ابو ياسين، احنا بنعمل عمل خير، ويا بخت من وفق راسين في الحلال. في محضر بره طالب يقابل سعادتك. محضر؟ عايز ايه؟ مش عارفه، بس واضح انه معاه اعلان من المحكمه وعايز سعادتك تستلمه بنفسك. طب خليه يدخل. حاضر يا فندم. استر يا رب. اتفضل. صباح الخير يا استاذ. هيجي منين الخير؟ ما الصباح باين اهو على قدوم الواردين. انا محضر من محكمه شرق القاهره. عرفت يا سيدي. خير. حضرتك الاستاذ سعد عبد الستار ليه؟ ايوه انا. معايا اعلان من المحكمه بدعوه طلاق من السيده رشا شاهين ابو الفتوح زوجة حضرتك. طلاق؟ اتفضل حضرتك امضي لي هنا بالاستلام.
شكرا. هي وصلت الوضاعة لغاية كده؟ ماشي يا رشا. راجل راجل راجع تعالى عايزاك. نعمين يا ست سماح. اسمي المعلمة سماح. ماشي. نعمين يا معلمة سماح. عايزاك تروح المعلم شعري تجيب منه الفلوس، قول له عشان المعلمة سماح محتاجة مول للطلبية الجديدة، لو حاضر من مبلغ شيء ابعته. طب ما تبعتي صبي من الصبيان وانا مش هورجي يا ست. ما هو جايز يبعت فلوس، ما امنش عليها اي صبي صغير. صح. طب بالاذن يا معلمة سماح. معاك يا منيل. ايه ده؟ مخدرات؟ شفت ابن الحرام عامل المخزن دولاب لتجارة المخدرات واحنا ولا احنا دريانين. طبعا عشان يخلي مسؤوليته، ولو حصل حاجه سي مختار واخواته هم اللي يلبسوها. طب اعمل ايه يا عم بشنتي؟ دبرني. تفتكر ابلغ عنه البوليس؟ لو بلغتوا عنه من غير حاله تلبس ممكن يطلع منه، وممكن كمان انتوا اللي تلبسوها. والعمل؟ انا شايف انك تبلغي سي مختار وهو اللي يتصرف، طبعا لازم يعرف. بس لازم تتخلصي من التهمه دي دلوقتي حالا. لا، ده الدليل اللي هيخليه يصدق. لازم يشوف بعينيه، والا هيفضل متغمي وفاكر ان رجب ده واحد من رجالته. خلاص يا بنتي، اللي تشوفيه اعمليه، بس المهم انك ما تخليش البضاعه دي في المخزن، عشان ده محل اكل عيش، ووجودها هنا ممكن يخرب بيوتنا كلنا. ما تقلقش، انا هتصرف في الموضوع ده. خلي بالك يا بنتي، انت طيبه، عشان كده ربنا ساترها معانا. ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك ابدا. تعيش يا عم بشنتي. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا نديم. ابني فين؟ اطمني يا حبيبتي، زمانهم جايبينه دلوقتي علشان نشوفه. اطمنت عليه؟ هو الحقيقه انا لسه ما شفتوش، بس بيقولوا لي عليه زي القمر. يعني هيطلع لمين؟ اكيد لمامته. اخس عليك يا نديم. طب انا عايزاه يطلع شبهك. شبه ايه بس يا حنان؟ يا شيخه حرام عليكي، عايزاه يطلع بالوحاشه دي وما ياخدش حاجه من القمر اللي قدامي ده. يلا يا حبيبي علشان تسلم على مامتك وباباك. سمي يا نديم، سمي عليه حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. جالك كلام؟ جالك كلامي؟ مش سايب منك حاجه ابدا. وريهولي حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اخس عليك يا نديم، ده شبهك الخلق الناطق، ده استنساخ. بجد يا حنان؟ اهو بص. تتصوري شبهي جدا. ربنا يخليك لينا يا حبيبي وتربى في عزك. طيب ايه رايك بقى اسميه كريم علشان يبقى زيي شكلا وموضوعا؟ ولا انت يا ولا؟ لا انت هتعيط من اولها ولا ايه؟ ده انا باباك. بس يا حبيبي ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويحرمنيش منك ابدا. ياه، وحشتيني قوي يا حياة، وحشتيني قوي يا حبيبتي. ايه ده الاستاذ بتاعنا نام؟ هاتيه بقى ما دخله اوضته. سيبيه شوية، خليه مدفيني. ماشي يا ستي. انت عارفة، أنا كل ما بشوف عمر وبلمسه وأحس نفسه طالع ونازل كأن حياة بنتي لسه معايا. ربنا يخليهولك، يخليهولنا كلنا. عشان كده أنا كنت عايزة أسألك رأيك ايه في العرض اللي عرضته عليكي؟ عرض ايه؟ عرض جوازك من أشرف، يعني نتلم كده ونبقى كلنا عيلة. أنا بشكرك يا هدى على مشاعرك دي، بس أنا مش ممكن أقبل العرض ده. أنا عارفة ومقدرة إن الموقف غريب شوية، بس دي أقل حاجة أقدر أقدمها لك بعد كل اللي عملتيه معايا. أنا عمر ما كان ليا أخت، بس أنا بجد حاساكي أختي أوي. ده احنا أكتر من إخوات.
انا اتولدت على ايديكي من جديد. وتفتكري بقى بعد ما بقينا اخوات ممكن اقدر او حتى يهون عليا اني اتجوز جوز اختي؟ يا ستي انت زعلانه ليه؟ انا موافقه، بس انا بقى مش موافقه. ولو خايفه عليا من الوحده فانا باكد لك ان انا بيكم مش وحيده. وطول ما عمر قلبه بخير وبيدق فده كفايه عليا، كفايه عليا قوي. مالك يا سعد؟ شايل هموم الدنيا على دماغك ليه يا ابني؟ النهارده الصبح جالي محضر. ايه؟ محضر؟ ليه كفالة الشر؟ رشا طالبه الطلاق. طالبة الطلاق؟ ليه؟ هي حصلت؟ طلعت انت صح. وانا اللي طلعت غلط. يا ما قلت لك يا ابني دي ما تناسبكش. ركبت راسك واصريت عليها. كنت متخيل ان ممكن اغيرها. كنت متخيل ان ممكن اشكلها زي ما انا عايز. ليه؟ هي حتة قماش؟ دي بني ادمه يا ابني، من دم ولحم وطباع، وطباعها كده لا يمكن تتغير ابدا. وبسلامتها بقى طالبه الطلاق ليه؟ بتقول ان انا هاجر عيش الزوجيه وان ده عامل لها مشاكل نفسيه. خلاص ارجع لها وسد عليها حجتها. ارجع لها بعد اللي هي عملته ده يا امي؟ لا يمكن طبعا. طب اهدى يا حبيبي، اهدى. والله يا ابني مش عارفه اقول لك ايه. ما كانش بس هي حامل وبطنها طفل انا كنت قلت لك طلقها، لكن الطفل ده بقى ذنبه ايه في مشاكلكم؟ الطفل ده يبقى ابني انا ولا يمكن اتنازل عنه مهما حصل. ايوه يا ابني، بس القانون بيديها الحق في حضانته لحد 13 سنه. ولا يوم واحد، ولا هتشوفه لمده يوم واحد حتى. طب اهدى يا حبيبي، اهدى يا سعد، ما تتعصبش كده يا ابني. اعمل ايه يا امي؟ اعمل ايه؟ والله يا ابني ما انا عارفه اقول لك تعمل ايه، لكن العمل عمل ربنا. بقول لك ايه يا حبيبي، روح كده يلا اتوضى وصلي ركعتين لله، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتك ويرشدك لطريق الصواب والحل. يلا يا حبيبي يلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفرك يا رب واتوب اليك، استغفرك يا رب واتوب اليك. انت هنا يا ماما؟ ده انا بدور عليكي. في ايه يا حبيبتي؟ في موضوع مهم جدا ولو ما لحقناهوش دلوقتي هتبقى مصيبه. في ايه كفاله الشر؟ اتكلمي يا سماع. ما ينفعش هنا. تعالي تعالي خش الاوضه معاكي. يلا. عارفه في ايه بس يا ربي؟ هي مال المصايب عماله تلف علينا اليومين دول كده، مش عارفه في ايه. بصي شوفي. ايه ده؟ ده مخدرات. يا ستي مخدرات في بيتنا؟ هي حصلت؟ لقيتها في المطبخ. ده ساتر ربنا اني شفتها. بالك يا ماما كوثر لو الحكومه شمت خبر انها عندنا كانوا عملوا ايه؟ كانت تبقى فضيحه ومصيبه سودة. يا رب استرها يا رب. الا مين يا اختي اللي عمل العمله السودة دي؟ المنايل اللي اسمه رجب. رجب؟ يقطع رجب وسنين رجب. هو لسه مختار متمسك بيه وبيشغله يا بنتي؟ ما انا جايه لك عشان تقنعيه وتنصحيه يطرده. ده واد شر ولو فضل في حجرنا هنتكوي بناره. لا قولي له انت الاول، خليه يشوف المصيبه دي بعينيه، ولو رفض انا هتدخل. يعني ده رايك؟ ايوه يا حبيبتي ده رايي. انا عارفه ابني صوته من دماغه وعنيد، ولو فضلنا ندن على دماغه من هنا لبعد بكره الصبح مش هيسمع كلام اي حد، لكن لما يشوفها بعينيه يمكن يتحرك ويعمل حاجه. عمرك يا ماما. انا مش عارفه يا حبيبتي من غيرك كنا عملنا ايه. ربنا يسترها معاكي دنيا واخره يا رب. متشكره قوي يا حبيبتي. لا شكر على واجب، ده انا عايشه بيكوا وانا من غيركوا ولا حاجه. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. اتفضل يا سيدي، ادي شنطه مليون جنيه زي ما وعدتك. وتخليهم 2 مليون يا مختار. 2 مليون ايه؟ واحنا بنفرق؟ يا ابني انا بطني مفتوحه في عمليات وشغل ومصالح كتيره قوي، انت لولا انك اخويا ومزنوق والمصحف ما كنت اطلع جنيه. مش عارف ليه حاسس انك بتقطع من جلدك كده وانت بتديهم لي. هو مليون جنيه ده شويه يعني فكه؟ خلاص ان شاء الله هردهم لك في اقرب وقت. امتى بقى؟ على اول السنه الجديده. كويس ماشي، يبقى اكتب الشيك بتاريخ السنه الجديده. شيك ايه يا مختار؟ اللي هتكتبهولي. هو انت مش مأمن لي ولا ايه؟ عيب يا سعد عيب، ده انت اخويا، اخونك ازاي يعني؟ هو ايه اللي عيب؟ امال الشيك ده معناه ايه؟ الشيك ده لضمان الموت من الحياه، وده شرع ربنا يا سعد. وما تنساش ان انا وانت دلوقتي ما بقيناش لوحدنا، بقى في عيال جايه لنا في السكه، انت مستني مولود وانا مستني مولود، ولازم نحافظ على اموالنا علشان عيالنا. يا عم خلاص يا عم، انت هتعمل لي فيلم. اتفضل يا سيدي.
اتفضل. انت كده تمام التمام. مش عارف يا اخي، تحس كده ان الفلوس دي باين لها حرام ولا ايه؟ ما فيهاش بركه. تاني يا سعد، هنعيده تاني؟ امال انا ايه اللي بيجرالي ده يا مختار؟ ده سوء تخطيط منك. ما انا قدامك اهو، اشيتي معدن وفل الفل. يا عم الله اكبر، ما تقرش على نفسك. واما بنعمه ربك فايه؟ فحدث. عرفت ان رشا طالبه الطلاق؟ بنت الابلسه خدتك لحم ورمتك عظم، لعبتها خرصه بنت اللئيمه. بس انا مش هسيبها. هتعمل ايه بقى؟ هقوم اجدع محامي في البلد وهجرجرها في المحاكم. موت يا حمار. وبعدين القوانين اليومين دول مش في صالحك، دي في صالح الست. الست ممكن اليومين دول تخلع نفسها منك يا اخويا. طب اعمل ايه يا مختار؟ ايه رايك اما تولد نخطف العيل ونقول لها انه مات عشان تحل عننا؟ يا عم مات ايه؟ مات ايه؟ فلا الله ولا فالك يا مختار. يا عم بعد الشر، بعد الشر طبعا. مات كده وكده يعني. لا يا مختار، انا وابني لازم نعيش في النور. رشا هي اللي لازم تعيش في الضلمه. ازاي يعني؟ انا في فكره بنت ابلسه جت في دماغي، عايز امخمخ لها كده عشان تستوي واعرف اعملها. فكره ايه دي يا معلم؟ هقول لك يا مختار، بس توعدني اللي هقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك. سرك كبير يا اخويا، قول. 18 مليون ونص؟ ودول بتوع ايه؟ دول باقي نصيبي في الميراث. ليه؟ هو عمي كان عنده مال قارون؟ لا مال قارون ولا حاجة، الحكاية كلها 100 مليون. 100 مليون؟ هي تجارة الجلود بتكسب قوي كده؟ دول مش من تجارة الجلود، امال من ايه؟ صفقة كده بابا عملها الله يرحمه قبل ما يموت بشهرين. ايوه، يعني صفقة ايه دي اللي تكسب الفلوس دي كلها؟ أدوية متهربة. متهربة؟ عشان كده أنا رفضت أخدهم وخدت بس نصيبي الحلال، 1.5 مليون. اللي خلاص خلصوا ومش باقي منهم حاجة. طب والعمل يا أشرف؟ ابننا بين الحياة والموت، ده خلاص الدواء قرب يخلص. مفيش قدامي غير إن احنا نبيع دهبك. وحتى لو بعنا الدهب هيجيب لنا كام يعني؟ وهيقضينا قد ايه؟ احنا عندنا مصاريف كتير قوي وايام اكتر. هو ده اللي محيرني ومخليني مش قادر أفكر. روح هات الفلوس يا أشرف. بقول لك دي فلوس حرام. ومش حرام ابننا يموت قدام عينينا واحنا معانا الفلوس ومش قادرين نعمل له حاجة؟ بس أنا خايف من الفلوس دي قوي يا هدى. ربنا غفور رحيم واحنا مضطرين، وربنا اللي قال كده، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما كنتش أتصور إنك هتوافق إن احنا ممكن نمد إيدينا على الفلوس دي. يمكن في ظرف تاني كان رأيي يكون غير كده، بس احنا في لحظة صعبة قوي، والفلوس دي هي جزء كبير قوي من حلها، ولازم نتحرك وبسرعة. ياما ناس كتير قوي عيالهم بيموتوا قدام عينيهم، ما بيقدروش يعملوا لهم حاجة من فقرهم وقلة حيلتهم، واحنا معانا الفلوس وفي ايدينا الحل. مش معقول بقى ما نساعدش بيه ابننا. أنت شايفة كده؟ صدقني مفيش قدامنا غير كده، ده الفلوس دي جات لنا نجدة. أشرف أنا كنت خلاص هتجنن من كتر التفكير، ومش معقول بقى يجي لنا الحل وما نتمسكش بيه وننفذه. لو عايز تسهلها على نفسك اتبرع بجزء من الفلوس دي للغلابة، وهو كده تبقى ريحت ضميرك وطهرت فلوسك. يا سهلة كده؟ فكرك ربنا هيقبل؟ وليه لأ؟ احنا ابننا مريض ومضطرين، ايه الغلط في كده بقى؟ ها يا أشرف قلت ايه؟ مش عارف، سيبيني أفكر. فكر براحتك يا أشرف، بس لازم تعرف إنك هترسى على الحل ده، لأن مفيش غيره، وأنا ما عنديش استعداد أعيش لحظة واحدة من غير ابني. وبقول لك أهو، لو عمر جراله أي حاجة أنا هنتحر. استني يا هدى، تنتحري ده إيه؟ إحنا بنتكلم مع بعض. مفيش وقت للكلام، ابننا لازم ياخد الدواء في ميعاده يا أشرف. اللي هيموت، عارف يعني إيه هيموت؟ هيضيع مننا يا أشرف. لازم نتحرك وبسرعة، أرجوك أبوس إيدك. بس بقى كفاية كفاية.
خير يا اشرف، في ايه؟ جايبنا على ملا وشنا كده ليه؟ عايز اعرف مين فيكم اللي خد من فلوسي. فلوسك؟ احنا هنبص لفلوسك ليه؟ واحنا حراميه ولا ناقصين ملايين؟ هنبص للمليون ونص اللي حيلتك انت؟ انا ما اقصدش دول يا مختار، انا بتكلم على 18 مليون ونص اللي محطوطين امانه. ايه؟ هما دول جرالهم حاجه؟ جرالهم، ناقص منهم شنطتين. 2 مليون جنيه؟ يا نهار اسود، انت متاكد؟ بقول لك الفلوس نقصت تقول لي متاكد؟ انت عرفت منين يعني ان هم نقصوا؟ رحت وبصيت عليهم. دي تبقى مصيبه لو حد غيرنا عرف مكانهم. يعني مش انت اللي خدتهم يا مختار؟ وانا هاخدهم ليه ان شاء الله؟ ناقص ملايين؟ ما انا قشيتي فل والحمد لله. وانت يا سعد؟ بصراحه اشرف انا اللي خدتهم. انت؟ يعني اتزنقت في قرشين كده عشان ارجع اقف على رجلي تاني في السوق. ما قلتليش ليه؟ انا قلت انت مش حاططهم في دماغك، قلت هاخدهم وارجعهم من غير ما اعمل لك دوشه. 2 مليون جنيه يا سعد؟ اشرف انا مستعد اكتب لك بيهم شيك دلوقتي عشان تضمن حقك. انت بتخرف بتقول يا سعد، ده انت اخويا. عموما مفيش مشكله، انا قلقت بس لما رحت وما لقيتهمش مكانهم، خفت لا يكون حد غيرنا دخل المكان. شايف الاخوات بيعملوا ايه مع بعض؟ مش انت تسلفني مليون جنيه تكتبني بيهم وصل امانه. دي الاصول يا سعد، اذا تداينتم فتكاتبوا. وبعدين انت يعني انا هسجنك؟ ما ده ضمان لحق ابني وابنك اللي جايين في السكه. ده انا اخوك يالا. هو يعني عشان اخويا تاكل حقي؟ ده انت المفروض تحافظ لي عليه. انت بتكتب اخوك وصل امانه يا مختار؟ دي اصول التجاره يا سياده الرائد. وبعدين قول لي بقى، انت ايه اللي وداك هناك؟ مش كنت مستحرم الفلوس دي؟ ها؟ زنقت في قرشين عشان دواء عمر، اضطريت اروح وقلقت لما لقيتهم ناقصين. يعني انت خلاص يا اشرف نويت تاخد الفلوس؟ مضطر يا سعد، نصيبي اللي فات خلص في عمليه عمر. والحمد لله هو قام بالسلامه. فكها بقى، فكها بقى يا جدع، ما تكشكشهاش، عيش بقى كده انت كده ابتديت تفكر صح. انت شايف كده؟ طبعا هي كده. يا اخي امال انا ليه قلبي موجود؟ عشان ما انتش واخد على العز والبرطعه في الملايين. بكره اما رجليك تاخد على كده قلبك هيطمن. ربنا يستر. طب يا اشرف استاذن انا بقى عشان ورايا شغل. خدني معاك. سلام يا جناب المليونير. انت بتتريق؟ بالعكس، ده انا بفكرك بوضعك الجديد عشان تتصرف على اساسه، عشان تبرعش كده وتبقى اخر طعطعه. ده انت اخويا واتمنى لك كل خير، بس كده بقى مفيش حد احسن من حد. سلام. يلا سعد بيه. سلام يا اشرف. سلام. حلة وكس الأمين يا حلة حلي حلي يا حلة حلي الحرير يا حلة وكس الأمين. يعني ما شاء الله، الله أكبر يا حبيبي. الله ده بيضحك، اسم الله عليه، اسم ده الله طالع عليه. سمح زي مامته. انت اللي سامحه وقلبك ابيض وطيبه جدا يا سماح. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اللي في القلب في القلب والله، وربنا يديم المعروف بينا. آخ يا ما نفسي أشوف عيل لنعمة يقول لها يا ماما قبل ما أموت. وده هيجي بقى إزاي من غير جواز؟ وأنا بصراحة يا حاجة نفسي تتجوز وتبقى في بيت راجل. إن جيتي الحق هي لازم تتجوز. ايه يا ماما، عايز تخلصي منها وتزحيها من البيت ولا ايه؟ يا بنت بطلي تفكيرك السيء ده، أنا لو بفكر كده كنت جبتها تعيش معايا هنا. يا ماما دي بتضحك معاكي. أنا قصدي يعني إن نعمة لسه صغيرة وممكن تجي لها فرصة تانية مع واحد يكون بيحبها ويقدرها. ده تفكيري في الموضوع كله. أنا فاهماكي يا حاجة، أنا بس خايفة لا العمر يتقدم بنعمة وتلاقي نفسها وحيدة. ده أنا بقول يا رب تتجوز وتخلف وبعدين تتطلق. يا ساتر يا رب، ليه بتقولي كده؟ أصل الرجالة ملهاش أمان، والواحدة مننا ملهاش غير ضناها لما تكبر تستند عليه. أنا عندك أهو، لولا نعمة ما كنتش هقدر أعيش. يا أختي دي الخلفة نعمة واللي يكرهها يعمى. عن إذنكم. ايه يا ام نعمه ده كلام برضو؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ انت مش عارفه ان سماح ما بتخلفش؟ يوه يا اختي خدتني الجلاله في الكلام ونسيت خالص انها قاعده.
ربنا يصبرها وينولها الطفل اللي تتمناه. معلش يا سماح، حقك عليا يا حبيبتي، امسحيها فيا انا. حقي عليكي ليه بس؟ مفيش حاجة. انت عارفه ام نعمه ست كبيره وبتخرف في الكلام. الست ما غلطتش في حاجة، دي خايفة على بنتها وبتفضفض. يا عليك يا سماح، هتجننيني بأدبك ده. ده مش أدب، ده الطبيعي. عشان انت ست عاقله مش معقده. وهتعقد من ايه بس؟ هو في حاجة تعقد؟ لا يا حبيبتي، مفيش اي حاجه في الدنيا تعقد طول ما ربنا سبحانه وتعالى موجود، وانت ست مؤمنه وعارفه ان ده مقدر ومكتوب. الحمد لله على كل شيء. اوعي تفتكري يا حبيبتي ان ربنا سبحانه وتعالى لما حرمك من الخلفه يبقى ده بينقصك حاجه، بالعكس ده بيميزك يا عبيطه. يعني معقولة تبقى عدم خلفتي ميزة؟ كلام في سرك ما تقوليش لحد. انا ندمانه ان انا خلفت ولادي دول كلهم. معقولة تندمي؟ ده انت فنيتي عمرك عشانهم. ايوه، فنيت عمري عشانهم، عشان اربيهم وعشان افضل جنبهم واحميهم، لكن يا خساره الدنيا خدتهم مني. عشان كده بقى اللي ما بتخلفش دي اريح لها. ياه يا ماما، حد كده شايله جواكي. عشان كده احمدي ربنا يا حبيبتي على اللي انت فيه، واللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلاوي. اضحكي بقى. فين البضاعة؟ فين البضاعة؟ البضاعة فين؟ يا خرب بيتك يا رجب! يا خرب بيتك يا رجب! يا خرب بيتك يا رجب! البضاعة راحت فين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي! ايه ده؟ عشان تعرف ان فيا شيء لله، واللي ديله نجس بشمه من على بعد كيلو. ديله نجس؟ تتكلمي عن مين يا سماح؟ الزفت راجل، لقيته مخبي الهباب ده في المخزن. رجب يا ابن حرام، جاب الصنف ده منين؟ ده شح مفيش منه ولا سجارة. ايه ده؟ هو ده كل اللي همك؟ لا طبعا، اما واد نجس صحيح. بيلعب في الحرام من وراك ومتحمى فيك، ولولا ستر ربنا كان ممكن يجركوا وراه في داهية. طب ما يمكن يعني يا سموحة البضاعة دي تكون لاستعماله الشخصي، بلاش نظلم الناس يا سماح. يا سلام، كل البضاعة دي لاستعماله الشخصي، ولو فرضنا حد يخبيها في المخزن بتاعنا ليه؟ اصل هو لو بيتاجر فيها كان قال لي. ما هو عارف ان انا الصنف ده بحبه وبشتريه ولو بالغلا. يا سي مختار، ده لو قال الدنيا كلها مش هيقولك انت. اشمعنى؟ عشان لو عرفت هتقلق منه وهتحس انه ممكن يلوثك معاه، فتطرده من جنتك، وساعتها هيلودن ويلاقي حد يشغله ويتحمى في ظله. صدقني ممكن، ده عيل سيسو يعملها. يا سي مختار، رجب ده خطر عليك. يعني عايزاني اعمل ايه يا سماح؟ تبلغ عنه وتطرده. لا 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 لا، كله الا الشوشره يا سماح. لا لا لا، يفتح بقى سين وجيم، ده احنا تجار وراس مالنا هي سمعتنا. لا كفايه ان اطرده بس. طب والبضاعة دي هتعمل فيها ايه؟ البضاعة دي بقى هصادرها لنفسي، ده احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. دي كمية ممكن توديك في داهية. عيب بقى، وانا رجب ولا ايه؟ ده انا اخبيها في مطرح الجن الازرق ما يعرفش يوصل لها. انت حر يا اخويا، بس المهم تطرد الجربوع ده وتبعده عننا خالص. اذا كان كده ماشي، يلا قومي اعملي لي كوبايه شاي كده على ما الف لي سجاره من الصنف المعتبر ده. يلا يا حشيشه قلبي. حاضر. يا ابن ليه يا رجب؟ مختار، عملت لي ايه يا اخويا في موضوعي؟ موضوع ايه يا نعمت؟ يا نهار اسود عليا، انت نسيت. نسيت ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقص جنانك على الصبح. حق اللي هتجيبولي من نديم. حقك لسه شويه. لسه شويه لحد امتى يعني ان شاء الله؟ لحد ما اشوف لك طريقه اجيب لك بيها حقك من نديم. لا يا اخويا اطمن، انا عندي الطريقه. طريقه ايه؟ انت عرفت ان نديم خلف واد؟ طبعا عرفت، قال لي ربنا يبارك له. احنا بقى هنخطف له.